كاينين شي قصص ما كيقسمش ليهم الله يبداو كيف كاع القصص او كيف بغينا، وما كيخليناش الوقت نعيشوهم فواحد اللقمة الفرحة ديالهم. كيبداو بضحكة، كيدوز دمعة، ومن بعدها تقدر تكون صدمة. كاينين شي قلوب واخا تفارقهم البحور وطول عليهم السنين وتغير ملامحهم الايام، كيبقاو شادين فواحد الخيط رقيق، خيط تفتل في ايام الطفولة البريئة. نهار كانت الدنيا هانية والقلوب صافية والضحكة كتخرج من الأعماق بلا حساب. شحال صعيب تعيش حياتك كاملة وانت كتسنى، وشحال قاصح تحس بلي نصك التاني ضاع منك في زحام الدنيا، وكل ما كتجي تلقاه كيخطفو منك القدر من جديد. اليوم غادي نعيشو قصة خالد وراسيل، قصة حب تولدات وسط واحد الرياض قديم بين ريحة النعناع وشجر الليمون. قصة ديال جوج د الناس تفارقوا في الصغر وتفارقوا في المراهقة، وعاشوا سنين ديال الغربة والاشتياق، حتى نهار غادي يجمعهم المكتوب في ليلة ما كانتش على البال، ليلة غتبدل كاع الموازين، ليلة ديال الزواج الإجباري. واش خالد في نظركم غادي يقدر يحافظ على الوعد اللي عطاه الراسيل وهي بنت 6 سنين؟ واش راسيل غتعرف بلي داك الدري الصغير اللي كان كيحميها هو بيدو الراجل اللي فرضوه عليها اليوم؟ غمضوا عينيكم وسمعوا معايا حكاية الوفاء العجيب، حكاية طفولية أو حكاية حب ما بغاش يتنسى. تقدروا حتى تسميوها حكاية حب ولا على البال، شي حاجة اللي عمرنا تصورناها. قصة ديال خالد وديال راسيل اللي عمر شي واحد ما طاحت ليهم على البال بلي هاد جوج الاشخاص بالضبط غادي يقدروا يجمعوا بعضياتهم، خصوصا مع كثرة السنين والمسافات والبعد اللي عاشوا كاملين. مرحبا بكم في قصتكم الجديدة، قصة 3 غيبات وواحد المدينة قديمة فين الحيوط مبنيين بالحجر والتراب، وفيهم بيبان د الخشب العتيق. كتحكي قصة ديال زمان كانت كاينة دار الجد الحاج مصطفى. هاد الدار ما كانتش دار عادية، كانت رياض واسع وكبير من الرياضات القدام ديال المغرب، بيبانو العاليين وفيه مرح واسع في الوسط كيتوسطو واحد الخصة ديال الرخام الابيض اللي ديما المدافي كيدوز منها، وكيدير واحد الصوت هادئ كيريح النفوس. الدار ديما عامرة بريحة الجير والياسمين المتسلق على الحيوط وريحة الخبز والريحان اللي كتوجدو جدة من الصباح البكري. في هاد الدار الكبيرة كانوا عايشين جوج الخوت، يد وحدة وقلب واحد. الأخ الكبير اللي سميتو عثمان، الأب ديال البطل ديالنا خالد، واحد الراجل اللي هو رزين كلمته مسموعة وشاد التجارة ديال العائلة مع الأب ديالو. والأخ الصغير هو سعيد، بابا راسيل، أب البطلة ديالنا حنا، راجل طيب وحنين بزاف وعزيز عليه السفر والمغامرة وديما كيطمح يطور راسو كتر. وهنا وسط هاد الجو العائلي الدافئ كبروا جوج الأطفال كانوا هما النوارة ديال الدار، خالد وراسيل. خالد راجل صغير، خالد بداك الوقت كان عمره 8 سنين، واخا كان باقي طفل كانت عنده واحد الهبة اللي غريبة، عينيه كبار كحلين بحال الليل ونظراته حادة وفيها واحد الذكاء والتمغربي حرة. كان هو الولد البكر في العائلة، وكاع الدراري الصغار ديال الدرب وعائلته كيشوفوا فيه داك القائد. كان رزين
ما كيبكيش على السهلة، وإلا تحطات شي حاجة في راسو كيديرها. ولكن هاد القسوة والرجولة المبكرة كاملة كانت كتذوب ملي كيشوف بنت عمو الصغيرة راسيل. راسيل غزالة الرياض. راسيل كانت في عمرها 6 سنين، بنت بحال نسمة الصباح، شعرها رطب ومطلوق كيدار مع البرد كلما جرات في وسط الرياض. عينيها واسعين وعامرين بواحد البراءة وضحكة كانت هي اللي كتفوق الجد الحاج مصطفى من قيلولته وهو فرحان. كانت دلوعة العائلة، وفين ما مشات كدير الحس وراها، حيت عزيز عليها تسول على كل شي وتكتشف على كل شي. كانت واحد العشية من عشيات الصيف الصافية، الشمس بدات كتغرب والضوء ديالها الذهبي نازل على السقف الرياض وعلى الزلج البلدي الملون. الجد الحاج مصطفى كان جالس في السدة العالية لابس جلابته وشاد تسبيح في يدو وكيقرا في المصحف، والجدة لالا زبيدة جالسة حداه كتنقي الورد البلدي باش تقطرو، وريحة العود عاطية في المكان. في جهة أخرى المراح حدا شجرة د الليمون الكبيرة كانت راسيل جالسة على ركابي ديالها وجا مع يديها الصغار اللي عامرين بالطين والتراب. كانت كتصاوب شي حاجة بجهد وتركيز كبير، وجهها ونيفة تقاسو بالحمري ديال الطين. حداها تماما كان واقف خالد، ما كيبعدش عليها خطوة وحدة. كان هاز في يديه الصغار مجموعة ديال الحجيرات الملونين والصدف اللي جابوا ليه باه من البحر، واقف بحال العساس الصارم اللي كيحمي شي كنز ثمين. راسيل حطت يديها على جبهتها ومسحت العرق وشافت في خالد بعينين ملقبين بالفرحة، وقالت لي بالجهد: خالد شوف شوف، هاني قاديت البيت ديالنا، هادي الباب الكبيرة، وهادي البيت فين غنجلسو، وهاد البلاصة فين غنديرو شجر د الليمون بحال هادي ديال جدي باش نبقاو ناكلوه ديما وما نمشيو حتى لبلاصة. خالد تبسم واحد الابتسامة رصينة ونزل حدا ركابي حدا حتى تقادو العينين في العينين. هبط يدو الصغيرة وبحنان كبير مسحلها داك الطين اللي كان جاف على جبهتها وعلى حنكها، وقال ليها بصوت رزين وخا باقي صغير: ما تخافيش راسيل، انا ملي غنكبر غنخدم مع بابا وجدي وغادي نبني ليك دار حقيقية كبر من هادي كاع، دار بالرخام وبابها من الخشب منقوش، وفين ما مشيتي في هاد الدنيا غادي نكون معاك وما غاديش نخليك بوحدك. راسيل ضحكت من قلبها ودات يديها المسخين بالطين وشدات في يد خالد وقالت ليه: واعدة خالد ما غاديش تفارقني؟ خالد زير على يديها الصغيرة وقال: واعدة الرجال ما كترجعش في كلامها. ما كانوش عارفين الصغار بلي هاد العشية وهاد الضحكات وهاد الوعد اللي تقال وسط اللعب بالطين غادي يكون هو الحبل الوحيد اللي غيتشبت بيه خالد ملي تظلم الدنيا. وما كانوش عارفين بلي ريحة هاد الورد بالليمون غتكون هي اخر حاجة غيعقلوا عليها قبل ما تجي العاد الصفة اللي غتشتت هاد الشمل اول مرة. ايوا سيدي، دازت الايام والشهور والدراري الصغار كابرين في امان الله بحال جوج شجيرات غارسين في عروقهم نفس الارض. ولكن كيف كيقولوا ناس زمان: الرياح كتجري بما لا تشتهي السفن، والزمان غدار ما يعلمكش فوقاش يقلب وجهه عليك. في واحد الليلة من الليالي الشتا الباردة كان البرد كيزفر برا والدار كبيرة جمع كاع العائلة.
مدورين الصينية ديال التاي مشحرة بالشيبة. الأجواء كانت هادئة حتى وقف عمي سعيد بابا دراسيل، وكانت الملامح ديال وجهو مقلوبة، عينيه عامرين بالتفكير والخوف من المستقبل. شاف باه الحاج مصطفى وقال ليه بصوت فيه كله خنقة: الوليد، أنا خديت قرار صعيب، ولكن ماشي لخاطري، راني مجبر عليه. الخدمة ديالي هنا مبقاتش مسلكاني، وجاتني فرصة كبيرة ديال التجارة في الخارج. قررت نهز مرتي وبنتي ونسافر ونستقروا تما. الخبر شكل صاعقة لأهل البيت، وفي ديك اللحظة تحسنت على الرياض بحالا إلا نزل عليه التلج. الجد الحاج مصطفى حط الكاس داتاي من يدو وشاف ولدو بنظرة كلها عتاب وحزن. والجدة لالا زبيدة بدات كتنهد ودي في خطرها وكتمنى هادشي كله يكون حلم. اما في الجهة الاخرى ديال المراح كان خالد وراسيل جالسين في الركنة كيلعبوا بالضامة. ملي سمعوا هاد الهضرة طاحت الضامة من يد خالد وتجمد في بلاصتو. كاع ديك الرجولة والرصانة ديالو تلاشات في ثانية وحدة. شاف راسيل لقى عينيها كبار بداو كيعمرو بالدموع، وجهها رجع صفر وما بقاتش قادرة تنطق بتا حاجة. وجا النهار المعلوم، نهار اللي اتحد ما بغاه يجي، نهار الفراق الأول. الرياض كان ديما عامر بالضحك والنشاط، رجع اليوم بحال مقبرة، كل شي ساكت حاني راسو، والسكان صفر محطوطين وسط المرح حدا الخصة. راسيل كانت لابسة منطو أحمر صغير وشعرها مطلوق، ولكن ضحكتها غابت. كانت شادة في جلابة ماماها وكتبكي بالصوت، ما باغاش تخرج من الباب الدار الكبيرة. وخالد ما كانش كيبكي بحال الدراري الصغار، كان واقف بعيد حاط يدو في جيبو مزير على سنانو حتى بغاو يطرطقو، وعيني حمرين بحال الجمر كيشوف بنت عمو اللي غتمشي وتخليه. قربت منو راسيل بخطوات ثقيلة ودموعها هابطين على حنكها، ومدت ليه يديها الصغيرة وفيها واحد الكسيدة، الواحد اللعبة صغيرة من طين كانوا صاوبوها بجوج. قالت ليه وهي مخنوقة ما قداش تدوي بالبكا: خالد، بابا قال لي غنمشيو، البلاد بعيدة بزاف، انا ما باغاش نمشي، باغا نبقى معاك في البيت ديالنا. خالد نهد وشد من هذيك اللعبة الطين وخباها في جيبو بحال الا كيجلس على كنز. نزل يدو ومسح ليها دموعها للمرة الأخيرة في طفولتهم، وقالها بصوت ما يرجفش واخا قلبو كيتعثر: ما تبكيش راسيل، واخا تمشي لاخر الدنيا عقلي على هاد الهضره. انا غنكبر وغنبقى نتسناك هنا في دار جدي، ونهار ترجعي غتلقيني واجد. هاد الفراق غيسالي. جرع مساعد راسل من يديها وبدات كتزاجر وهي كتشوف وراها في خالد، والباب الكبير د الرياض تلاقات وتسدات بواحد الصوت قوي دار صدى في كاع الاركان. هنا تفرقت الطريق لاول مره، مشات راسيل لعالم الغربه والبرد، وبقى خالد وسط الرياض القديم هز في جيبو لعبة الطين، وفي قلبه وعد ما غيعيش عليه سنين مراهقة كاملة. ومرت السنين ودورت الأيام نعورتها وتبدلت الأحوال وبانوا الأحوال. دار الجد الحاج مصطفى بقات هي حيوطها الشامخة وريحة الياسمين عاطية،
ولكن الدراري صغار ما بقاو صغار. شجرة الليمون كبرات ولاو عروشة مضلين على المرح كامل، ومعها خالد كبر، وراسيل حتى هي كبرات، واخا كل واحد فيهم فقنت من العالم. خالد وصل لسن 17 سنة، ما بقاش داك الطفل الصغير، رجع شاب طويل عريض الكتاف وملامح الرجولة بدات كتسطر في وجهه. نبات ليه سهم خفيف اللحية والموستاش، وعينيه كبروا وتزادو كحولية ورزانة. رغم السن ديالو ولا كيجلس في المجامعات الكبار مع باباه وجدو، كيتعلم أصول البيع والشراء، وكل شي كيتنبأ عليه بمستقبل كبير حيت ولا راجل وعلى الكلمة. ولكن واخا هاد الهبة كاملة، كان قلبو بحال شي صندوق مقفول. الساروت ديالو كاين في جيبو، ديك اللعبة د الطين القديمة اللي ما كتفارقوش، وباقي مخبيها وسط حوايجو العزيزة. وفي واحد الصباح ديال شهر يوليوز، كانت الحرارة مدنا وسط الرياض، حيت الماء الخصة كيرش برودة زوينة. الجد كان كيتسنى في الضيوف غاليين على قلبه، ولدو سعيد والعائلة ديالو جايين يدوزو العطلة الصيف في المغرب من بعد غياب ديال 9 سنين كاملة وهما في فرنسا. خالد كان واقف حدا السارية الرخام في المرح، لابس قميص بيض خفيف وقلبه كيدق بواحد السرعة ما موالفاش ليه. كان كيسول راسو، واش غتكون بقات عاقلة عليا؟ واش تبدلات؟ واش نسات وعد الطفولة؟ واش الزيانات والفورمات قادات؟ واش غتكون مازال عاقلة بلي قلبي رشمها ليه؟ وفجأة تحلات الباب الكبير هاد الرياض الكبير، دخل عمو سعيد ومرتو، وراهم دخلت شابة خلات الناس تقطع في الصدر ديال خالد. واش هادي هي راسيل، البنت الصغيرة اللي كان كتوسخ وجهها بالطين؟ راسيل رجعت بنت في السن 15، بحال شي غزال هارب من الطبيعة، طولة وتجريدة وشعرها برجع طويل تنص الظهرة، وعينيها كبار وواسعين زادو بريق وجاذبية، ولابسة واحد الكسيبة صيفية خفيفة فيها ورود صغيرة. مشات كتجري عند جدها وجداتها تعنقهم وتبكي بالفرحة، وصوت ضحكها رجع بحال رنين ديال الذهب وسط هاد الرياض. رجعت لحياة الرياض القديم. ملي سالات من العناق دارت وجهها وجه السارية، جهة ديال السارية، وعينيها تلاقات في عينيه لأول مرة من بعد 9 سنين ديال الغربة. خالد تجمد في بلاصتو، وراسيل حبست الضحكة ديالها ونزل عليها واحد الحشمة حمرات ليها الحناك. خطواتها رجعوا تقال وهي كتقرب منه، ما بقاتش ديك البنت الجريئة، ولات كتشوف فيه ما متيقاش بلي هاد الشاب الوسيم اللي كله هبة هو بيدو خالد العساس ديالها. وقفات قدامه وقالت بصوت رقيق ومتردد في ريحة الغربة: خالد، واش عرفتيني؟ خالد تبسم ديك الابتسامة الرصينة اللي كتدوب القلب، وعينيه ما نزلوش من عينيها، وقال لها بصوت رجولي ودافئ: واش كاين شي حد كينسى روحو راسيل؟ واخا تبدلي، واخا تكبري، ريحة الياسمين د هاد الرياض ديما غتعرفك. على سلامة بنت عمي.
في هاد اللحظات الأولى كان الخجل هو سيد الموقف. بقى كيجلسوا في العشية في نفس البلاصة حدا شجرة الليمون، ولكن هاد المرة ما بيناتهمش الطين واللعب، بينهم نظرات مخبية، كلام متقطع ودقات القلب كتسمع من بعيد. خالد كان كيشوف فيها كيفاش كتحرك وكتكلم بالفرنسية وتخلطها بالدارجة، وكان كيزيد يغرق في حبها. وراسيل بدات كتحس بلي داك الامل اللي كانت كتقلب عليه في ديك البلاد الغريبة كاين غير هنا حدا ولد عمها خالد. ولكن هاد الفرحة ما كتدومش في قصتنا. الصيف داز كيطير بحال لمحة البصر، وجا النهار اللي غيتفرقوا فيه للمرة الثانية، وهاد المرة الفراق غيكون أقصى، حيت المشاعر ولات حقيقية وما بقاتش مجرد لعب أطفال. عمو سعيد عمو سعيد أعلن باللي لقى خدمة دايمة واستقرار نهائي في فرنسا، وش ردها تما. يعني هاد الزيارة غتكون هي الأخيرة للمغرب لسنوات طويلة ومجهورة. في ليلة الصفر في نفس الركنة المظلمة الرياض، وقفت راسيل وهي كتبكي بدموع حارقين. قرب منها خالد وجبد من جيبو ديك اللعبة الصغيرة القطيفة، حلها قدام عينيها. بان مضمون ديك اللعبة د الطين القديمة ومعها سلسلة د الذهب فيها ليمونة صغيرة. شاف فيها وقال بصوت مجروح ولكن قوي: هادي بقات معايا 9 سنين وغتبقى معايا حياتي كاملة، وهاد السلسلة ديريها في عنقك. فين ما مشيتي تفكري بلي عندك راجل في المغرب كيتنفس بسميتك وما غيدخل لحياته حتى بنت من غيرك. سيري يا راسيل وانا غنتسنى المكتوب يرجعك ليا. راسيل شدات في السلسلة وعنقاتو وهي كتشاق بالبكا وقالت لي: واحد خالد، عمري غنساك وقلبي غيبقى هنا في دار جدي معاك. وتسدات الباب الكبيرة للمرة الثانية وخلات وراها خالد شاب مجروح ولكن في قلبه جمرة الحب والوفاء اللي غتعيشها معاه سنين طويلة د الغياب والانتظار حتى نهار غيكبروا ويوصلوا لسن الزواج. للمرة الثالثة في هاد القصة غنقولوا ومرت سنين وعوام والزمان كيجري والناس كيكبروا والملامح كيتغيروا. داز 10 سنين كاملة على آخر لقاء بين خالد وراسيل. 10 سنين وخالد عايش على داك الوعد، قلبه مسدود بالساروت وما باغي يشوف حتى شي بنت، واخا عيها تمو تخطب ليه وتقول ليه: يا ولدي بغيت نفرح بيك، بغيت نشوف ولادك. كان ديما وكيتهرب ويقول: الخدمة والتجارة هي الأولى أمي. خالد دابا رجع راجل في عمره 27 سنة، ورجع هو الكل في الكل في تجارة العائلة. كلامه مسموع عند الصغير والكبير، هيبته في السوق وفي الدرب. تبارك الله، راجل كامل مكمول وسيم وعاقل. لكن في الليل ملي كيتسد عليه باب بيتو كيتفكر البنت الطفلة والمراهقة وكيشبد اللعبة ويشم فيها ريحة الماضي. أما راسيل فعاشت في فرنسا، كبرات وقرات ورجعت شابة في عمرها 25 عام. رجعت كتلبس لباس عصري وقارية، عايشة حياة الغربة الصاخبة. ولكن مع زحام الدنيا والأيام داك الحب القديم رجع عندها بحال شي حلم طفولي بعيد. حساب ليها خالد نساها، وحساب ليها بلي قاع داكشي كان غير لعب دراري صغار ومراهقة ما يمكنش يدوم في هاد الزمان. واحد النهار نزل الخبر كالصاعقة على العائلة الجد الحاج مصطفى.
الشجرة الكبيرة اللي مضلة على كل شي طاح مريض على فراش الموت. المرض هدو ورجع راقد في السدة العالية د الرياض. قاع الأطباء جاو وعياو ما يديرو، ولكن كيقول ليهم هذا مرض الشوق، باغي نجمع ولادي قبل ما نمشي. الأب عثمان اتصل بخو سعيد فرنسا وقال ليه يا خويا الوليد راه في أيامه الأخيرة وطالب يشوفك انت وبنتك راسيل، أمانة عليك دخل المغرب دابا. وفعلا سيمانة من بعد تحلات الباب الكبيرة د الرياض ودخلت عائلة سعيد. ولكن هاد المرة الأجواء ما كانتش الفرحة والصيف، كانت الأجواء ديال الحزن والخوف. راسيل دخلت وعينيها عامرين دموع على جدها، ولمحت خالد واقف حدا البيت الجد لابس جلابة مغربية كحلة وعينيه فيهم واحد النظرة قوية وثقيلة، شافت فيه وشاف فيها، ولكن تا واحد ما قدر ينطق بكلمة حيت الموقف كان كيبكي. الجد الحاج مصطفى جمع ولادو بجوج، عثمان وسعيد، وطلب يدخلوا عنده. حتى خالد وراسيل وقفوا كاملين داروا بالسرير ديالو، والبيت فيه ريحة العود القماري والقرآن كيتقرا في الراديو بصوت خافت. الجد هز يدو اللي كترجف وشد يدو فولدو سعيد وقال لي بصوت عيان وبحب يا سعيد، انا حشت حياتي كامله باغي نجمع الشمل، وانت مشيتي للغربه خليتي قلبي مجروح. دابا هادي وصيتي ليك وانا في هاد الفراش، ولا كنتي باغي رضايا عليك وعلى بنتك، بغيتك ترجع تستقر هنا في دار العائله الكبيره وتبيع كاع داكشي اللي عندك في فرنسا. وبنتك راسيل غتزوج بولد عمها خالد. هذا هو الشرط ديالي باش نموت هاني ومطمن على الشمل ديالي بلي ما غيتشتتش من ورايا. نزل الخبار على راسيل بحال الصاعقه، عينيها خرجوا وقلبها بدا كيضرب بواحد الطريقه هستيريه، كتشوف باباها وكتشوف جدها المريض، وعينيها مشاو نيشان لخالد. كانت كتسنى خالد يرفض، كيسحب ليها غيقول لا يا جدي هذا زواج اجباري. ولكن الصدمه الكبيره هي ان خالد بقى ساكت حاني راسو احتراما لجدو، وملامح وجهه ما بان فيها الترفض، بالعكس بان بحال الا مستسلم وموافق. راسيل تخنقات، ما باغاش هاد الزواج اللي تفرض عليها، حسب ليها خالد ولا راجل قاسي وباغي يفرض كبرياء عليها وباغي يتزوجها غير حيت وصية الجد وصافي. وما بقاتش عارفة بلي هذا هو الحلم اللي عاش عليه خالد حياته كاملة. وبسبب الحالة الصحية ديال الجد العائلة قررت تنفذ الوصية بسرعة وبلا تعطيل وبلا عرس كبير وسطاع. صوبوا التكاتيب في وسط الرياض وجابوا العدول، جابوا النكافة وجاو غير الحباب القلال. وفي ليلة الدخلة كانت الأجواء في الرياض غريبة مخلطة بين الفرحة حيت الجد بدات كترجع ليه الروح وفرحان حيت شاف وصيته كتحقق، وبين الصمت القاتل. مرت الأيام والأسابيع في دار الجد الحاج مصطفى، والجو في الرياض كان بحال الهدوء اللي كيسبق العاصفة. راسيل كانت كتبان قوية وعنيدة عاطية النخال لخالد وما كتكلمش معاه إلا للضرورة القصوى قدام العائلة. وخالد كان كيتعامل ببرود ورزانة في الظاهر ديالو، ولكن في الداخل بركان الغيرة والتملك
كان كيطبخ فيه، كان كيغلي من الداخل ديالو، حيت كان كيشوف بنت عمو وحلالو قريبة منه في نفس البيت، بعد عليه قلبا وقالبا. في واحد العشية د السبت كانت الدار عامرة بالحركة، الأب سعيد والأم الدراسير كانوا جالسين في المرح الكبير مع الجد والجدة، وكيشربوا اتاي وكيهضروا على ترتيبات الاستقرار في المغرب. وفي هاد الأثناء الدق تسمع الدق ديال الباب الكبير د الرياض، ديال باب الدخلة. نادت الخدامة حلت الباب، ودخل واحد شاب أنيق لابس لباس عصري وفي وجهه ابتسامة عريضة. هاد الشاب كان هو أمين، ولد جيرانهم القدام في الدرب، اللي كبر مع راسيل وخالد في الصغر قبل ما تسافر لفرنسا، ودابا هو رجع مهندس وعايش في المدينة. أمين دخل وسلم على الكبار بواحد الحرارة وآداب. السلام عليكم عمي سعيد، لالا زبيدة والحاج مصطفى، على السلامة ملي رجعتوا لبلادكم. الأخبار وصل لي وقلت ضروري نجي نبارك لكم الشمال ونشوفكم. في هاد اللحظة خرجت راسيل من بيتها وهي لابسة قفطان خفيف ومطلوق، وغير شافت أمين ووجهها وينور بالفرحة، وحسات بلي شي حاجة كتفكرها بأيام زمان والحرية د الغربة. مشات جيتو بخطوات سريعة وقالت بصوت عالي ومتفاجئة وفيه ضحكة من القلب: أمين، ما يمكنش، واش هذا انت؟ تبارك الله شحال تبدلتي وزاديتي طول. عاقل ملي كنا صغار كنلعبوا في الدرب وتجرح لك ركبتك؟ أمين ضحك وشافها بنظرة فيها كلها إعجاب، وقال لها بالفرنسية: راسيل، انت اللي رجعتي غزالة، تبارك الله. ما كنتش كنصحاب بلي الغربة غتزيدك هاد الزين كامل. على سلامة بنت الجيران. وقفوا بجوج في المراح قريب من الخصة د الما، وبداو كيهضروا بالفرنسي والدارجة، كيضحكوا كيتفكروا الذكريات، وصوت الضحك راسيل الرقيق كان كيدوي في كاع القنا الرياض العتيق. وفي هاد اللحظة بالذات تحلات الباب الكبيرة بواحد القوة حتى ضربات مع الحيط. دخل خالد، كان راجع من السوق د الجملة، هز في يدو الساروت والملامح وجهه كانت عيانة من الخدمة، ولكن غير حط رجليه في المراح وعينو طاحت على المشهد ديال مرتو راسيل اللي ما كتضحكش في وجهه، وواقفة قريبة بزاف من أمين وكتضحك معاه من قلبها، وكتكلم بالفرنسية اللي هو ما كيحملهاش، حيت كتحسو باللي كاين عالم بينه وبينها. في ثانية واحدة تبدلات الملامح د خالد، الدم طلع عليه الراس وعينيه كحالو ورجعو كيطير منهم شرارات العافية. الغيرة المريضة والحب التملك عماو ليه البصر. طلق الصباير تمنيتو طاح على الرخام، دار الصداع، وتما جاي كيمشي بخطوات عريضة وسريعة بحال شي نمر باغي يفرس الفريسة ديالو. وصل لوسط المراح وبلا ما يحترم وجود باه وعمو
أو حتى جدو المريض مد يدو القوية وزير على دراع راسيل بواحد القوة خلاتها كتأوه بألم وكتقول: أي خالد مالك؟ خالد ما داهاش فيها، وقف قدام أمين نيشان وعلى كتافو هبط وجهو بجهتو بنظرة حادة وكتخلع، ونطق بصوت كيهز الرعد: أمين، سلمتي؟ شفتي الحباب؟ الأخبار فراسك ولا مازال؟ راسيل: ما بقاتش بنت الجيران وما بقاتش البنت الصغيرة الدار. راسيل: دابا مرتي حلالي وسميتها مكتوبة على كنيتي، عمرو كان في عرفنا ولا في ديننا. راجل يطول الضحك والمزاح مع عيالات الرجال ويقرب منهم هاد القرب الكامل. شرفنا غني يا ولد الناس، وطريقك بيضة، الباب اللي دخلتي منه تفضل خرج منه دابا. امين وجهه رجع صفر وشاف عمو سعيد، لقى كلشي ساكت حيت لهيبة خالد في الدار ما يقدرش يقرب لأحد. فاش كيتعصب خالد، امين رجع راسو وقال جمع راسو وقال بواحد الصوت اللي كيرجف: سموحة السي خالد، ما كاين باس، انا غنمشي. وخرج كيجري وسد الباب وراه. في هاد اللحظة راسيل طار ليها الغراف ووجهها رجع حمر بالجهل والغيظ، حيت حسات باللي كرامتها وبرستيجها قدام عائلتها تهرس. نطرات يديها منه بالجهد وقالت بالجهد وبصوت كيرجف بالبكا: انت شكون كيحسب لك راسك؟ عقلية متخلفة هماجي، كتمد يدك عليا قدام كلشي وتجري على ضيافي. يحسب لك انا خدامة عندك ولا وحدة من الممتلكات ديالك في السوق؟ انا كنكره هاد الاسلوب ديالك وكنكره حتى هاد الزواج. خالد ما صافش في العائلة اللي كانوا كيشوفوا فيهم الصدمة، شد راسيل من يديها الثانية وزير عليها وجرها وراه بحال العاصفة، طلع بها دروج الرياض حتى البيت ديالهم، دخلها ودفع الباب برجليه وسدو بالقفل الكبير. راسيل رجعت اللور وهي كتبكي بدموع حارقين وخايفة من هاد الوحش اللي هاجلي واقف قدامها. خالد قرب منها ببطء وعينيه منزلوش من عينيها، كل خطوة كتزيدها. كانت راسيل كترجع اللور حتى لصقت مع الحيط الخشب المنقوش، حط خالد يديه بجوج على الحيط وحصرها في الوسط ونزل وجهه لجبهتها حتى بقى نفسو حامي كيقيس وجهها اللي كيقطر بالدموع، ونطق بصوت قاصح حازم وفيه نبرة تملك قوية ومخيفة: كتسوليني شكون انا راجلك وسيدك، والراجل اللي غتعيشي معاه حياتك كاملة. واخا تكرهي هادشي غتسمعيني مزيان راسيل، غتحفري هاد الهضره في عقلك: انا واحد الراجل مغربي حر اللي كيموت على شرفه وعلى ممتلكاته. ضحكتك ديالي، عينيك ديالي، كلامك ديالي، وهاد الجسد وهاد الروح ديال خالد بوحدو. ما يستحملش قلبي يشوف راجل اخر كيقرب منك ولا كيشوف الزين ديالك. هاديك فرنسا والحرية اللي جيتي منها كتسالي في الباب الكبيرة ديال هاد الرياض. هنا انتي ديالي انا بوحدي، ولا عاود شفتك كتشوفي جهة شي حد من غيري غتشوفي الوجه الاخر ديال خالد عمرك تخيلتيه في الكوابيس ديالك. فهمتي ولا غنزيد نفهمك؟ راسيل كانت كتشوف فيه وقلبها كيدق واحد السرعة جنونية.
كانت مخلطة ما بين الرعب من هاد القوة والتملك وبين واحد الإحساس غريب وعميق بدا كيتولد في داخلها لأول مرة. حسات بلي هاد الغيرة العنيفة ما كتخرج من راجل قاسي، بل كتخرج من راجل كيبغيها لدرجة الهيجان والموت. وشافت في عينيه الحمرين وهزت راسها وقالت بصوت خافت ولكن فيه تحدي: ما خايفاش منك يا خالد، والتملك ديالك ما غاديش يخليني نبغيك. خالد تبسم واحد الابتسامة صغيرة دافئة وفيها ثقة غريبة، وقال لها بالهمس: ما كتهمش الخوف يا راسيل، غنشوفو شكون في هاد الحرب اللي غيهرس كبرياء الآخر، وغنشوفو واش هاد القلب غيبقى قاسح بزاف قدام الحب ديالي. حيد يديه وخلاها طايحة في الأرض البيت، شادة في صدرها كتنفس بجهد والدموع هابطين. ولكن هاد المرة الدموع ما كانوش ديال الغضب، كان دموع الإحساس بالضعف قدام راجل كيهز الكيان ديالها. إيوا سيادي، دازت الأيام من بعد داك المشكل ديال آمين، ورجعت عاد تاني الحرب الباردة بين خالد وراسيل. البيت ديالهم ولا بحال شي حلبة ديال المصارعة الصامتة، كل شي كيشوف في الآخر بنظرات عامرين، كلام وعناد، ولكن تا واحد ما باغي ينزل راسو ويطلب السموحة. خالد كان كيدخل في الليل يحط حوايجو، يجلس يقرا في الكتوبة ديالو، اولا يراجع الحسابات الخدمة بلا ما ينطق بكلمة. وراسيل كانت كتخبى ورا الروايات ديالها وعينيها مخبيين، لكن عقلها كل شي مع الراجل اللي جالس معاها في نفس البيت، وهيبته تبارك الله عامر المكان. حتى جات واحد الليلة من الليالي ديال الشتا القاسية، شهر دجنبير، الجو برا كان كيخلع، البرد كيصفر في الأزقة الضيقات المدينة القديمة، والشتا نازلة بجهد بحال الخيال، وصوت الماء اللي كيهبط من سطوحات السقف الرياض داير حس كبير في المراح. خالد كان باقي في الخدمة في الخدمة ديالو بالضبط في المكتب ديالو في المدينة، وراسيل كانت في البيت بوحدها. كانت لابسة بيجامة الصوف دافية وشعرها كالعادة مطلوق على كتافها، ولكن ما كانتش مرتاحة. من صغرها كانت عندها فوبيا مرعبة من صوت الرعد والضوء ديال البرق. فوبيا كان ديما خالد ملي كان صغير هو اللي كيحميها منها. نهار كانوا كيتخباو في البيت الجدة، وفجأة ضرب واحد البرق قوي شق السما وضوى البيت كامل بواحد الضوء زرق مجهد. وراه بالضبط بثانية واحدة ضرب واحد الرعد كبير قوي لدرجة أن الدار العتيقة كاملة تزعزعت، والشجر من البيت تخلخل من بلاصتو. راسيل في هاد اللحظة طاح منها الكتاب من يديها، ووجهها رجع كفن بيض بالخوف، وقلبها بدا كيدق بواحد الطريقة هستيرية. تجمعت في القنص ديال الناموسية، حطات يديها بجوج على ودنيها وسدات عينيها بالجهد وهي كترجف بحال شي قصبة وسط الريح، وبدات كتبكي بالصوت بلا ما تحس، وصوت النخسيس ديالها تخلط مع صوت المطر. كانت كتقول في خاطرها: يا ربي فين هو بابا، يا ربي فين هو خالد، انا خايفه بزاف. وفي وسط داك الرعب تحلات الباب د الدار الكبيره،
وتبعتها خطوات سريعة وثقيلة بالدروج. خالد رجع من الخدمة، كان فازك بالشتا وشاد في يدو المظلة، ولكن غير سمع الصوت دراعة القوي برا طاح في بالو حاجة وحدة فقط: راسيل والفوبيا ديالها. طلع الدروج كيجري، دفع الباب د البيت ودخل هو كينهج. غير حل الباب ولمح الخيال ديالها في القنت الناموسية، شادة في راسها وكتبكي وكترعد. طاحوا منو السوارد والبالي زاد الخدمة بلا ما يفكر في حتى حاجة، بلا ما يتفكر العناد، بلا ما يتفكر في التحدي، وبلا ما يتفكر كلام القاصح باللي هي كتكرهو. تما جاي كيجري جيسا ونزل على الركابي ديالو فوق الناموسية ومد يديه العراض والقويين وجمعها لعند صدرو بواحد القوة وحنان اللي ما يمكنش يتوصف. راسيل غير حسات بالدفء الصدر ديالو وشمات ريحة العطر ديالو المخلطة بالماء د الشتا. ما بقاتش قادرة تقاوم، نسات كاع الكبرياء د فرنسا وعناد العروسة. دفنات وجهها في صدرو وشدات في القميص ديالو باليدين ديالها بجوج بالجهد، لدرجة أن صباعها الصغار حمارو، وبدات كتشهق بالبكا وكتخبى في الحصن العريض ديالو. خالد زير عليها كتر حتى ما بقى حتى فراغ بيناتهم. هبط وجهو وحط حنكو على شعرها الفازك شوية وبدا كيمسح بيدو الثانية على ظهرها بحركات دافئة وهادية، ونطق بصوت رقيق رجولي ومبحوح بالحب. ما بقاش فيه داك الوحش الغيور د البارح، رجع فيه خالد الحنين د الزمان. هاني معاك، هاني حداك راسيل، ما تخافيش. واخا تزلزل الدنيا كاملة تفكري بلي عندك راجل هنا ما غادي يخلي حتى حاجة تقيسك ولا تخلعك. انا معاك روحي، ما تبكيش. ضرب رعد اخر قوي وراسيل جمعت كتر وزادت لصقات في صدره، وخالد غطاها بسلهموت الصوف اللي كان محطوط حداه وبقى شاد فيها مزير عليها. في ديك اللحظة وسط الظلام دست الليل وصوت المطر، راسيل بدات كتهدن شوية بشوية. دقات قلبها بداو كيتزامنوا مع دقات قلب خالد الثقيلة والمنتظمة. حسات بواحد الأمان عمرها حسات بيه في حياتها كاملة، لا في فرنسا ولا في حتى كنت في العالم. حسات بلي هاد الراجل واخا قاسي واخا غيور هو الوحيد اللي يقدر يحميها من كاع مخاوف الدنيا. هزت وجهها ببطء وعينيها عامرين بالدموع والشوق والضعف، وشافت في عينيه اللي كانوا كيشوفوا فيها بواحد النظرة كلها لهفة وحب وخوف. تلاقت العينين في العينين في ليلة شتا، وقال لها بصوت همس قريب من فمها: يسحب ليك أنا باغي نملكك حيت أنا أناني يا راسي. أنا كنموت في التحدي ديالك، ولكن كنموت كتر في هاد البراءة. أنا التملك والغيرة ديالي حيت كنبغيك من نهار كنا صغار، وقلبي ما يعرفش يشوفك مع غيري. انتي الدنيا ديالي كاملة، واش باقي هاد القلب قاصح وما باغيش يدوب؟ راسي شافت فمو وشافت في عينيه وحسات بلي كاع هادوك الجدران الجليدية اللي بناتهم غير هادي أسابيع تلاشات ودابا تفات الليلة الشتا. نزلت راسها تاني على صدرو وقالت بصوت خافت وفيه استسلام: خالد بقى شاد فيا، ما تخلينيش بوحدي. خالد تبسم وبسم من راسها وقال: عمري غنطلق منك، انتي المكتوب ديالي. ودازت الايام من بعد ديك الليله الشتا اللي كانت حاسمه، والجو في دار الجد الحاج مصطفى تبدل تماما.
الجدار الجليدي اللي كان بين خالد وراسيل داب كله، والعناد والتحدي رجع كله حب وغزل واهتمام يومي. راسيل ما بقاتش كتشوف خالد بلي هو الراجل اللي تفرض عليها، بل رجع عندها هو الأمان والراجل اللي كتحس معاه بلي هي ملكة في وسط الرياض. وخالد رجع وجهه منور، والضحكة ما بقاتش كتفارقو ملي كيكون معاها، حيت لقى روحو اللي ضاعت منه في الغربة. فواحد العشية ضربة زوينة، كان الرياض منور والشمس ذهبية نازلة على الخصات الماء، الريحة د الزهر والليمون عاطية في كاع الأركان. والجدة لالا زبيدة وجدت صينية داتاي مشحر بالنعناع واللوز، والحلويات مغربية محطوطة في طوابل النحاس. العائلة كاملة كانت مجموعة، الأب عثمان والأم ديال خالد والأب سعيد والأم ديال راسيل وحتى الحاج مصطفى جالس في السدة العالية. تبارك الله صحته رجعت ليه وملامحه فرحانة، حيت لقى ولادو وعائلته مجموعين، كل شي داير بيه، كل شي كان كيهضر ويضحك. حتى نزل خالد من الدروج، كان لابس جلابة مغربية بيضات الحرير، ووراه هابطة راسيل بحال غزالة لابسة قفطان تاع الجوهر ومقادة السلسلة ديال الليمون د الذهب في عنقها اللي ما كتفارقهاش. تما وجايين بجوج يديهم في يد بعضياتهم، والكل سكت وبدا كيشوف فيهم بإعجاب وفرحة. جلسوا حدا الجد، وخالد شاف مرتو وحبيبتو راسين بواحد النظرة كلها فخر وتملك د الحب، ماشي د القسوة. مد يدو وباسها ليها قدام باه وعمو وجدو بلا ما يحشم، وهادشي طيح الخجل على راسيل اللي حناك حمارو وابتسمت واحد الابتسامة خجولة اللي كتذوب القلب. جد مصطفى تبسم وقال بواحد الصوت اللي قوي: تبارك الله عليكم ولادي، هاد اللحظة اللي عشت عمري كامل كنتسناها. نهار طلبت منكم من هاد الزواج كنت عارف بلي عروقكم نابتة في نفس الأرض، وبلي الحب اللي تولد في الصغر ما يموتش واخا تبعد بحور. قولي لي يا راسيل، واش باقا كتقولي على جدك متخلف حيت فرض عليك ولد عمك؟ كل شي بدا كيطرطق بالضحك في المراح. راسيل شافت في خالد وعينيها عامرين بدموع الفرحة، وقالت بصوت رقيق ومسموع قدام كل شي: لا جدي، الله يخليك لينا ويطول لينا في عمرك. هاد الزواج الإجباري كان هو أحسن حاجة وقعت لي في حياتي. أنا كنت غافلة وحساب لي الغربة غتنسيني، ولكن ولكن خالد فكرني بلي قلبي وعمري ديما كانوا هنا في هاد الرياض. خالد ماشي غير ولد عمي وراجلي، خالد هو الوعد اللي ربي حفظو ليا من الصغر. خالد صير على يديها وشاف عائلته وقال بكل فخر ورجولة: الرجال ما كترجعش في كلامها جدي، اولا انا عطيتك وعد وانا ولد 8 سنين بلي غنبني ليها الدار بالرخام ونحميها حياتي كاملة، واليوم قدامكم كنقول لها راسيل هي الدنيا ديالي، هي اول حب واخر حب، والحمد لله اللي جمع الشمل ديالنا في الحلال. ايوا سيادي الجدة لالا زبيدة بدات تطلق الزغاريد العالية اللي ضوت في كاع اركان د المدينة، والاباء بداو كيباركوا لبادياتهم ودموع الفرحة في عينيهم. وفي هاد الجو العائلي الدافئ
وسط الريحة الياسمين والنعناع والزغاريد تقفلات الحكاية، حكاية خالد وراسيل اللي تفرقت بهم الطرقان 3 د المرات، ولكن في المرة الرابعة جمعهم المكسوب والوفاء اللي ما ماتش وعاشوا في فرحة وسعادة، ولا رياض الصامت عامر بضحكة والحياة من جديد. ايوا سيادي، هذه هي نهاية قصتنا ديال اليوم. قصة علمتنا بلي الحب الحقيقي ماشي هو اللي كيكون ساهل، بل هو اللي كيصبر على الغياب، كيتحدى البعد وكيقوى بالغيرة والوفاء. خالد وراسيل كبروا وتفارقوا عنده، ولكن في الأخير المكتوب دار دورته ورجع كلشي لبلاصتو، حيت الحاجة اللي كتكون مكتوبة من عند الله واخا يتقلب عليها الدنيا غترجع ليك. نتمنى تكون هاد الحكاية دخلت لقلوبكم وعيشتكم في الجو دار العائلة الكبيرة وريحة الزمان. حتى الحكاية أخرى وقصة أخرى نتلاقاو إن شاء الله، وما تنساوش ديروا لنا اشتراك ولايك وكومنتير واقترحوا عليا كيفاش تبغيو القصة الماجية تكون.